ولبست الثوب القبطان المغربي وسعدت بيه جدا. وخصوصا ان مصر والمغرب علاقتهم قديمه من القرن ال 18، وفي عائلات كتيره مغربيه راحت مصر واستوطنت، يعني عندنا اصول مغربيه في عائلات مصريه كبيره. فعايزه اقول ان في النهايه الوطن العربي كله اهل وكله اخوه وكلنا دم واحد. طنجة لها خصوصية عندي ومحبة خاصة جدا. أنا حبيتها لأنها قريبة من بلدي، أنا من اسكندرية، واسكندرية البحر الأبيض المتوسط برضه زي هنا، نفس الجو، نفس الطبيعة، نفس طبيعة الناس الودودة الاجتماعيين اللي دمهم خفيف، بيتكلموا بيتعرفوا على بعض بسهولة. طبيعة الميديترانيين كلهم بيبقوا زي بعض، شعوب البحر الأبيض المتوسط. وبعدين أنا شفت طنجة وهي لسه بتتوضى، يعني كانت السنة اللي فاتت لسه الشوارع بتتبني يعني بتتجدد. لما شفتها السنة دي وهي عروس البلد بالشكل ده انبسطت بيها. حسيت ان انا مشاركه في التجديد الجميل اللي حصل لبلادكم. اكيد لازم تفخروا بيها وتبقوا سعداء بيها قوي لانها قطعه من الجنه في الحقيقه.